السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. النهاردة معانا برضو مواضيع مثيرة كالعادة. بيان شيكابالا اللي ذاعه امبارح عامل قلق في 100 عقبة، وعمل نوش كبير قوي، والدنيا بقت كبيرة والدنيا كبرت قوي. وهنشوف توابع بيان شيكابالا وردود أفعال نجوم الزمالك عليه، وهجوم قناة الزمالك على شيكابالا ورئيس النادي على شيكابالا. كل ده هنشوفه في الفيديو دوت او هنسمعه في الفيديو ده وهنعرفه. ومعانا كمان مباريات البطولة العربية في نصف النهائي، كأس الملك سلمان اللي انتهى منها مباراة الشرطة والنصر، وما زالت مباراة الشباب والهلال. الشوط الأول انتهى، لسه الشوط التاني ومنتهى 1-0. هنتكلم في كل دوت. بس اللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس يوصلك كل جديد، ويعمل لايك وشير إذا عجبك الفيديو. نبدأ بالمباريات البطولة العربية، وبعدين نتكلم على شيكابالا وتوابع البيان الناري اللي عمله الأباتشي وهز الزمالك وهز بيت عقبة كلها. البطولة العربية النهاردة كان في مباراتين، الشرطة العراقي مع النصر السعودي اللي هي كانت 6 مساء. وزي ما قلت قبل كده الشرطة العراقي بالنسبة لي كان الحصان الأسود بتاع البطولة، وفعلا ده حصل. النصر يفوز على الشرطة العراقي بصعوبة برغم نجوم النصر الكبار على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا، لكن فازوا 1-0 بصعوبة من ضربة جزاء سددها كريستيانو رونالدو بنجاح. وده يقول ان الشرطة العراقي فريق تكتيكي كويس جدا، وعمل بطولة كويسة جدا برغم خروجه وخرج من نصف النهائي، يعني حاجة مشرفة. لكن طبعا النصر العالمي صعب اللي انت في الاخر تكسبه بنجومه، كل نجومه ديت وبطريقة لعبه صعب مع كل النجوم دي تكسبه، فعشان كده كان نهاية منطقية ان يفوز النصر السعودي. المباراة السارية الآن أو اللي شغالة حاليا مباراة الهلال والشباب. المباراة قوية جدا اللي انتهى منها الشوط الاول، حاليا لسه في انتظار الشوط الثاني. انتهى منها الشوط الاول بفوز الهلال او بمكسب الهلال 1-0، تقدم الهلال 1-0 على الشباب. وطبعا الهلال زي ما احنا شايفين مستواه الفني رهيب، زعيم الكرة السعودية. المباراة كانت بالنسبة للشباب عاملة زي مباراة البوكس. الهلال زانق الشباب في ركن وبيسددوا ضربات، والشباب بيحاول ان هو يتفادى الضربات. و1-0 الشوط الاول مع ضياع كذا هدف او كذا فرصه، يعني كان ممكن تبقى هدف. وفي انتظار الشوط الثاني من المباراه القويه دي. وانا اللي يعني انا برجح برغم ان الهلال مطرود منه، اتطرد منه حارس المرمى في الشوط الاول، يعني بيلعبوا 10 لاعبين من غير طبعا حارس المرمى الاساسي، نزل حارس المرمى الاحتياطي. لكن برغم النقص العددي انا بتوقع الهلال يحافظ على فوزه ويصعد للنهائي لملاقاة النصر العالمي، ونشوف مباراة قوية جدا بين الزعيم والعالمي في البطولة العربية وكأس الملك سلمان في المملكة العربية السعودية الشقيقة. ننقل بقى على موضوعنا المهم اللي هو شيكابالا وبيان شيكابالا والبيان اللي عمله هز 100 عقبة وهز الزمالك. ويا جماعة كشف لنا حاجات كتير قوي، يعني نفى كل الكلام زي ما قلت في الفيديو اللي فات بتاع الزمالك محجوز عليه. طب الزمالك معهوش فلوس، مش عارفين نقبض العمال، مش عارفين نجيب الاعضاء من مرسى مطروح، مفيش فلوس للاتوبيس، الاهلي هو اللي بيوقع الزمالك، الاهلي المحسوبيه، الدوله ظالمه الزمالك وبتحب الاهلي والدنيا كلها متامره على الزمالك. نفى كل الكلام دوت، وطلع كلام كتير من رئيس نادي الزمالك السابق غلط. ودوت من مين؟ من كابتن الفريق شيكابالا الاباتشي، اللي هو كان من يومين بالظبط، كان يوم 7/8. كان طبعا بالنسبة لقناة الزمالك كان الأسطورة شيكابالا، وإن كريستيانو رونالدو راح سلم عليه، ده طبيعي لأن يعرفوا من أيام لشبونة لعبوا مع بعض، والأسطورة بيسلم على الأسطورة. بعدها بالظبط بعد بيان شيكابالا أصبح شيكابالا ولا أسطورة ولا حاجة، ده بالنسبة لقناة الزمالك طبعا ومذيعيها. قال لك ده ولا اسطوره ولا حاجه، ده احنا بنلم له عشان بنلم عشان نلم الغرامه بتاعته عشان نسدد الغرامه، لان هي سبب وقف القيد. وهو لما رجع من النادي بتاعه كان خلص كوره، واحنا سجلناه بس كده تكريما ليه، وهو بيعمل كل ده عشان يتأيد في الزمالك الموسم القادم. ده اتقال على قناه الزمالك. شوف يا اخي التحول، يعني كان اسطوره من كام يوم
وبنقارنه بكريستيانو طبعا من وجهة نظر الاعلام الزملكاوي والزملكاويه يعني، عشان خد التيشيرت يعني او بدل التيشيرت مع كريستيانو. واتقلب الحال كام يوم بقى شيكابالا مخلص كوره وما عندوش كوره، واحنا بنلم الفلوس عشان نفك القيد بسبب الغرامه بتاعته، وان احنا بس سجلناه تكريما ليه، او مش عاوز اقول شفقه يعني او تكريما ليه. كل ده كلام متحول من مذيع الزمالك وقناه الزمالك بشكل غريب جدا. لكن كان في ردود افعال تانية هنقولها دلوقتي لنجوم الزمالك، ونشوف كل نجم قال ايه، ونعلق على الموضوع ونحلل ونشغل دماغنا، وسايب لحضراتكم تشوفوا مين السبب في انهيار الزمالك. من خلال الايه الكلام هتلاقي نفسك فهمت مين السبب على طول. الانهيار كده جاي من الداخل، مش من بره، ولا الدوله ولا الاهلي ولا بيراميدز ولا اي حاجه. هنشوف بقى ردود الافعال كده، ونقرا لحضراتكم ردود الافعال بتاعت كل نجم قال ايه، ونشوف ردود الافعال دي بتقول لنا ايه. هنجيب عندنا مثلا، هنشوف نجيب ردود الافعال. بس عشان نجمعهم كلهم، نجمع كل ردود الافعال لنجوم الزمالك والرد عليه. طبعا عندنا مثلا مبدئيا كابتن ايمن يونس فيلسوف الاعلام بيقول لنا ايه، نشر هو على صفحته، بيقول: الساده اعضاء المجلس المتبقين، اذا كان لديكم ذره حب متبقيه جوه قلوبكم لنادي الزمالك فاستقيلوا حتى نتذكر لكم موقف جيد، وكفايه بجد. اما عن شيكابالا الاسطوره المخلص ابن نادينا، جينات دم روح، فأنا أشهد لك أنك في كل مواقفك كنت عاشق للزمالك وجماهيره بدون مزايدات. ده كابتن أيمن يونس. طب أيمن يونس كده بيدعم مين؟ شيكابالا. فرد عليه بقى هنا عندنا أحمد مرتضى قال له: أستقيل إيه يا كابتن؟ أنا واخد بطولات أكتر من حضرتك 10 مرات. نقف عند الجملة دي شوية كده. احمد مرتضى اصلا هو اصلا ليه علاقه بالرياضه؟ قبل ما يمسك المنصب ده كان ليه علاقه بالرياضه؟ ملوش علاقه بالرياضه. لو قارنته بالرياضه باي واحد، حتى مش كابتن ايمن يونس، مع اي حد مفيش مقارنه. رغم كده بيقول الكابتن ايمن يونس: انا واخد بطولات اكتر من حضرتك 10 مرات. وبعد كده بيقول: سواء عندما كنت لاعب او اداري، هل منطقي لو في إخفاق موسم واحد أستقيل؟ للأسف الكلام بيكون قدام الناس كلام، وفي الغرف المغلقة كلام تاني. كابتن أيمن، عندنا شغل أكتر من الكلام. لو حابب تساعد تشرف ده نادينا كلنا، لحضرتك كل الاحترام. برضو نقف عند حتة الكلام بيكون قدام الناس وفي الغرف المغلقة كلام تاني. يعني هو كده الراجل بيقول إن الناس بتقول كلام لما يكونوا قدام الشاشة، لكن في الغرف المغلقة بيقول كلام تاني. وده يقول لك، او ده دليل على ان الكلام كله منين؟ من الداخل. يعني في خلافات اصلا داخلية، ده اللي هادد الزمالك مش حاجة خارجية. طب نيجي بقى للمؤرخ الزملكاوي مصطفى الفخراني الجينيوس بتاع الزمالك. بيقول لك ايه بقى؟ طبعا ده كان اكتر واحد بيقول على شيكابالا الاسطوره، وان لازم مش عارف نعمله تمثال وقصص كده كتير. دلوقتي قال لك ايه؟ اغلب لاعبي الزمالك قدموا مستوى مميز في البطولة العربية إلا لاعب واحد، طبعا يقصد شيكابالا، ومع ذلك حبا فيه بروزنا لقطته مع رونالدو. جاي دلوقتي يعمل مشاكل للزمالك بالبيان بتاعه. ده مين بقى؟ مصطفى الفخراني. بيقول لك احنا بس حبا في شيكابالا بروزنا لقطته مع رونالدو. يعني زي ما كان بعض الناس بتقول ان في مبالغه قوي في حته ان التيشيرت اتبدل مع شيكابالا مع رونالدو وشيكابالا، كان في ناس في الزمالك مبالغه قوي لدرجه ما اعتبرناها بطوله.
هو ده اجراء عادي بالمناسبه بيتعمل بين كابتن وكابتن، وده ولا يقلل من شيكابالا ولا يقلل من رونالدو، بس كانت الناس مزوده. وكان عكس كده بيتقال في قناه الزمالك. دلوقتي لان شيكابالا طلع بيان فاتقال الكلام العكس، انه احنا بس بروزنا اللقطه بتاعتك عشان بس ايه بنحب. ده مصطفى الفخراني. نيجي بقى لواحد تاني. مين عندنا؟ كابتن طارق السيد. كابتن طارق السيد نجم الزمالك السابق طالب مرتضى منصور رئيس النادي بضرورة الرحيل عن النادي فورا. وأكد طارق السيد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ما يحدث في الزمالك أمر كارثي، مشددا إن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق خط أحمر ولا يجوز الهجوم عليه. إذا كابتن طارق السيد بيدعم شيكابالا. يبقى احنا عندنا كده كابتن أيمن يونس، كابتن طارق، كباتن الزمالك كلهم بيدعموا شيكابالا. مين بقى لحد دلوقتي احنا بنتكلم مين بيدعم رئيس النادي وضد شيكابالا؟ الإعلام الزملكاوي، إذا كان كل المذيعين وما فيهم الفخراني وغيره وغيره، هما بس اللي هاجموا شيكابالا. يعني شيكابالا اتهاجم من داخل قناه الزمالك اللي هي اصلا كانت معتبراه اسطوره من كام يوم. نيجي بقى لكابتن بندق. كابتن بندق لان طبعا عارفين مواقفه كلها طبعا، وكلامه خارج قناه الزمالك وكلامه داخل قناه الزمالك. فهو يا عيني مش عارف طب ارضي شيكابالا ولا ارضي رئيس النادي، اخد كلمتين من رئيس النادي لو اتكلمت وحش عليه، ولا اخسر الجمهور لو جيت على شيكابالا. فهو مش عارف يعمل ايه الراجل. فقال ايه؟ قال هنا شيكابالا قال لك بس شيكابالا مغرر بيه يعني في حد ضحك عليه يعني، وانا هتدخل واصلح بينه وبين المستشار رغم ان المستشار لسه مهاجمني، لكن الصلح خير. سلام يا بندق. كلامه حكم. بندق كلامه حكم، رغم لسه جايب سيرتي وكل يوم بيجيب سيرتي، بس انا عادي مفيش مشكله، مش مهم انا، المهم انا اصلح بينه وبين شيكابالا. ده بالنسبه لكابتن بوندو. نيجي بقى لكابتن احمد عيد عبد الملك. احمد عيد عبد الملك بيقول اللي بيهاجم شيكابالا بيهاجمه بصفته مين؟ طبعا هو كده اكيد يقصد رئيس النادي السابق. عاوزين نعرف مين اللي بيدير الزمالك، وده سؤال منطقي. هو كان رئيس الزمالك وتعازل خلاص، ليه بيتكلم باسم الزمالك؟ وده برضو كلام منطقي. وفين الناس المسؤولين عن الرياضة في مصر؟ الزمالك مش نادي قليل والناس لازم تقف جنب نادي الزمالك. المجلس ده اتشال في 2020 ورجع ومحدش قال لنا مشوا ليه ورجعوا ليه، يعني في ايد بتشيله وتجيبه بمزاجها. المهم ان محتوى كلام احمد عيد عبد الملك ان هو برضو بيأيد شيكابالا ضد رئيس النادي السابق، وكلام منطقي جدا. انا خلاص مش رئيس نادي، انا سابق وتعزلت، فمش عارف في اجتماعات الاجتماعات بتاعت الزمالك بتتعمل في بيت رئيس النادي الزمالك السابق، وهو برضو اللي بيدي الاوامر، هو اللي بيدير كل حاجه تقريبا، كانه هو ماسك لسه رئيس الزمالك فعليا. وتحس ان الدنيا ايه، الزمالك بيدار من البيت يعني. نيجي بقى بعد كده رئيس النادي السابق بيرد بيقول بقى انت بتقول عليا رئيس سابق؟ طبعا بيخاطب شيكابالا، يعني كأنه مثلا ايه قال حاجة عيب، حاجة حرام. طب ده عقدك، انا هفسخ التعاقد معاك ومش هتدخل النادي تاني. طبعا ده حصل كتير مع نجوم كتير قوي من النجوم الكبار الزمالك بتاعت مش هتدخل النادي تاني دي. ده حصل كتير وفعلا مفيش حد اتكلم اصلا يعني، ومفيش حد دافع ولا حاجه. وادي عقدك طبعا هفسخه. انا عرفنا من بعض المصادر كده ان هو فعلا ان تقريبا يعني 90% هيوجهوا الشكر لشيكابالا وهينهوا عقده. وبعدين بيقول هنا ورحمة أمي مش هتلعب في الزمالك طول ما أنا عايش، أنت سبب الوكسة اللي النادي فيها عشان الغرامة بتاعتك، وطالع تقول الرئيس السابق. أنا رئيس سابق؟ يعني هي القضية كلها مش في حاجة غير كلمة الرئيس السابق. يعني المشكلة مش في إن النادي بينهار، النادي بيقع، الزمالك فيه مشاكل اهو بين داخلية، ده بيمسك في ده وده بيرد على ده وده بيرد على ده.
طبعا ما سمعناش لسه كابتن ميدو العالمي، لسه بقى ما نعرفش هو هياخد جنب مين او لسه بيفكر، فلسه ما عرفناش. ده بالنسبة لتعليقات واخبار نادي الزمالك وردود افعال نجوم نادي الزمالك على على بيان شيكابالا الناري اللي بهدل الدنيا، البيان اللي عرى حاجات كتير قوي وصدم زملكاوية كتير. اما في خبر اخير عندنا بيقول ان كابتن سيد عبد الحفيظ اتعاقد مع قناة صدى البلد، هيقدم برنامج من برنامج ينطلق مع بداية الموسم الجديد أو الدوري المصري الجديد. طبعا ده بعد ما أقيل من منصبه كمدير كرة في النادي الأهلي وتولى المنصب كابتن خالد بيبو. وهنا تبقى خلصت أخبارنا، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة، وهيوصلك دايما كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.